في مشهد يعكس قيم التضحية وروح المسؤولية. أحيت ولاية جالما فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية، مناسبة سنوية للوقوف عند الجهود المبذولة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات. أشرف والي الولاية السيد سمير شيباني على مراسم الاحتفال من مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تحت شعار إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام، وذلك بحضور السلطات المدنية الأمنية والعسكرية. الفعالية تميزت باستعراض مختلف فرق وعتاد المديرية العامة للحماية المدنية، إلى جانب عرض محاكاة لعملية إنقاذ عكست الجاهزية العالية واحترافية الأعوان في التعامل مع مختلف الطوارئ. كما تم بالمناسبة عرض حصيلة النشاطات تقليد الرتب للمترقين وتكريم عدد من الأعوان والمتطوعين، تقديرا لعطائهم المتواصل في خدمة الوطن والمواطن. يقين بأن حضوركم هذا سيدعمنا وسيحفزنا أكثر للعمل بدون هوادم، وسيدفعنا قدما للتحرك بمزيد من التضحيات والطاقات خدمة لهذا الوطن المبدع، ثم لهذه الولاية التاريخية المجاهدة، قلعة الثوار ورمز الجهاد والاستشهاد. وتزن مع الإصابات تبقى عملية الإطفاء متواصلة. تبقى عملية التبريد فقط. واعرة ينزل بالعلم الوطني